يا مساء الهنا والورد والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يلا نبدأ فيديو جديد. النهارده انا ببص في التلاجة عندي ما لقيتش فيه غير نص مفروم. طب اعمل ايه؟ طب اعمل لهم غدا ايه؟ محتارة بصراحة، والجو ساقعة بجد. حرفيا اليوم دون كنت حاسة انها هتنزل تلج. تمام، بس هي ما نطرتش عامة. فرحت قلت لا، انا هطلع نص اللحمة دون وهعدي بيه يومي. ما هعمل ايه؟ صعبان عليا بصراحة ان انا انزل ابني في الساعة دي يجيب اي حاجة. فلا، جبت بصلتين ورحت جبت كده من التلاجة بقدونس، اللي هو عودين بقدونس. تمام. هتعملي ايه يا توته؟ هعمل كفتة. ما هو بصوا، نص لحمة عشان يرمي معايا فهيبقى كفتة، يا اما كنت هعمله بشاميل فمش هينفع لاني كنت اليوم اللي قبله عاملاه بشاميل. دي بقى حتة ليا كده صغيرة برضو، لقيتها كده وحيدة يتيمة في الفريزر، فقلت لها تعالي ده جه دورك بقى، انا دلوقتي محتاجاكي. هي كتر خيرها بصراحة، قضت الغرض، يعني هي حتة صغيرة بس قضت معايا الغرض. بس يا بنات بقى، وكان في اهو بصوا شايفين في الطبق بتاع اللحمة كنت مفصصة كده، كان فص توم. هي الكفتة بتحب ايه؟ التوم شوية بس ما يكونش كتير قوي. بس يا بنات هضربهم كده ايه شوية كده. حطيت الملح، لازم ملح بفلفل. الكفتة ما بحطلهاش اي بهارات نهائي، هو الملح بفلفل بس. ولو عندي بهارات الكفتة، لا اكتر ولا اقل. هضربهم بقى وانعمهم كويس قوي قوي قوي. ما هو انا لازم امشي يومي باللي موجود في البيت، علشان كنت مستحرمه. انا كنت في البيت متلجه بصراحه، يعني ما بالي اني انزل كوكو الشارع يجيب لي حاجه، حرام. وكانت اكله جميله وعملتها بطريقه شبعتنا كلنا. كلنا اكلنا وشبعنا. واقول لكم حاجه، يعلم ربنا فاض منها. ليه بقى؟ عشان هقولك على الطريقه اللي انا عملتها بيها، اللي تخليها تزيد. بص انا بكلمكم، يعني مش بكلمكم، انا بسجل لكم الفيديو وانا بعمل غدا برضه. اللي هو ايه، مستعجله علشان يلحق ينزل. فرحت قلت ايه، اسجل وانا بحضر الغدا. الفيديو بتاع الغدا بتاع النهارده ده هينزل يوم تاني. بصراحه مش هكدب عليكم، انا ما كنتش عارفه اعمل غدا ايه، لاني بغسل وكنت بصوا بعمل حاجات قد كده بصراحه. فرحت قلت هعمل شويه رز واجيب سمك مشوي ايه، دليفري. ما عملتش يعني اكل في البيت، هو بس الرز اللي انا عملته. المهم بقى يا بنات، حطيت اللحمه وحطيت عليها معلقه نشا. انا حطيت نشا ولا ما حطيتش؟ انا ما شفتش، ما خدتش بالي، بس اكيد انا حطيت. انا عارفه كفته يبقى لازم نشا. والبيكنج باودر ليه بقى؟ بينفشها كده وبيخليها هشه، لا هي مكتومه ولا هي تحسيها تقيله في اكلها. وليه النشا؟ عشان تتماسك وما تفكش مني، وفي نفس الوقت ان هي برضو تكون هشه. وكمان ان انا ما عصرتش اللي اسمها ايه يا بنات، البصله. ما عصرتش ميه البصله، فهي اكيد هتمسكها، مش هتخليها يعني ايه ان هي تبقى طريه. بصي بقى، جبت ورقه فويل. هنا الكفته بتاعتي كانت استوت، حطيتها كلها في البوله دي. انا ما صبعتش الكفته معاكم لان انتوا عارفين تصبيع الكفته يعني. انتوا شاطرين يا بنات، انتوا شاطرين. بصي بقى الفحمه المولعه دي، ورحت حاطه ايه، شويه زيت، واكتم يا معلم. ويا سلام بقى على ريحه الشوي. سبتها حركة ربع ساعة تلت ساعة، ما كترتش عن كده. سبت كل الدخان بصوا يتوغل كده فيها. ده عيش طري، يعني عيش طازة. قسمته كده نصين وحطيت فيه صابع الكفتة. شايفين صابع الكفتة؟ يعني بصوا ما شاء الله كده تخين ومليان ويشبع، والله يشبع. بصوا نص كيلو عمل لي كفتة قد ايه. البولة دي كبيرة مش صغيرة. بصي طبعا انا ما لحقتش اجيب جرجير، لكني كنت عامله طماطم وعامله مخلل وعملت لهم مكرونه. بصوا تاكلوا صوابعكم وراها عسل. بصي بقى طلع معايا كام سندوتش، واحنا اصلا 6 افراد فهيكفي. وبصوا كله هيشبع وهيفيض كمان. شايفين يا بنات كام سندوتش طلع؟
يبقى بالنص كيلو لحمه عملنا وجبه تكفي وزياده، يعني طلعت لي اكتر من 12 سندوتش. وادي المكرونه بقى اللي انا عملتها لهم كده على السريع، وقلت لهم بصوا بقى ده غدانا النهارده، والحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. وبصوا بقى يا بنات، جربوا بقى الكفته في السندوتشات، هتلاقيها اوفر معاكي واطعم واجمل. وبصي بقى، لو انت وصلتي معايا لحد سندوتشات الكفته هتنزلي تحطي لي لايك، ولو انت جديده تقولي لي في الكومنتات عشان ارحب بيكي. يلا، وما تنسونيش في دعوه حلوه ولكن بالمثل، واشوفك على خير، مع السلامه.